لو كل إنسان جزاته في الحياة عمله. أنا اللي سافر بلاد الإنجليز قتلت ناجي العلي. قتلت ناجي العلي لما رسم صورة يواجه الحزن فيها براية مكسورة. لما فضحني ورسمني صورة طبق الأصل. الله. ما عرفش يجذب، مش عارف ايه، ما طلعش قليل الأصل. الناس بترسم بريشة وهو ماسك النصل. الله. فضح رموز الرواية وهي على المسرح. قتلت بيدي وإيد غيري في آخر الفصل. يا بلادي ما تزعجيش نفسك عشان صورة. الله. الله الله. شوف هنا بنتكلم فعلا لما بيكون في الحدث اللي وفيها وطول الوقت فيها الحدودة بتاع أمي بس منتقلة إلى مستويات تانية. أيوه. وهي حاضرة، يعني حاضرة غائبة في طبعا كل طبعا الشعر التحرير. ده أمي متشبحة في شعر من أوله لآخره والله. متشبحة في كل والله كده في كله في كله والله. بقول في قصيدة الكتابة بقول أصل دول ما يهمهمش. شوفي أيام لما ما يعني ما يهمهمش من الموت. يعني أشجع ناس شفتهم في مواجهة الموت اللي احنا قاعدين. بقول أمي والليل مليل طعم الزاد القليل بترفرف قبل ترحل جناح بريشات حزانة وسددت ديونها وشارت كفن الدفانة تقف للموت يوماتي ما جاش ابن الجبانة. الموت هو اللي ابن الجبانة مش احنا اللي بنجبن أماما. اسم تاني لازم أذكره وإحنا بنتكلم بعيدا عن الفن وبعيدا عن عملية الشعر والكتابة والفكر، لازم أسألك عنه، جمال عبد الناصر. شوفي الساعة دي تحت الزمن جمال عبد الناصر. تحت الزمن حطوا على الزمن. يلف الساعة هتلف تلف يجي زعيم زي جمال عبد الناصر يستفيد من أخطاء عبد الناصر ويأزح بهذه الأمة إلى الأمام. هيجي زعيم لأن لازم هيجي. مصر لا يمكن. ما جاش ليه؟ مصر لا يمكن. هو فين؟ لا في بعض المثقفين بيقول لك عهد الزعامة انتهى. الحياة لها معادلاتها الموضوعية. أنا ما بتكلمش عن الزعيم، بتكلم عن ما فعل الزعيم. هذا الإنجاز الضخم اللي لحد دلوقتي ما قدروش برضه رغم كل اللي باعوه واللي بهدلوه واللي رموه ما قدروش يفنوه. السد العالي قاعد يعني واقف لهم كده زي الرجل الذي يبني السد العالي. يعني ده راجل عظيم الشأن، يعني مش في خبر اتقال كده من يومين في الجورنال. انا شعري اوريدي يعني بصبغه نعم. بس شويه اللي فاضلين منه شابه. العرض جاي لنا من قطر عربي. لا عارف، انا سمعت. قال ايه قناه السويس؟ لا ما انت ما تستغربيش، احنا في حاله انحلال وتحلل. بس عشان نقول الناس يفهموا يعني. لا ما مش هيجرؤوا يقولوا للناس. ما حدش حتى يقوله. لا هيتلم. قال ايه قناه السويس؟ حد يحط ايده على النيل؟ لا حد يحط ايده على قناه السويس؟ حد يشتري الهرم؟ هل دي من ثوابت الدوله؟ مش دي القضيه. القضيه ان هذه الدويلات العربيه شافت ما فيه مصر من ضعف وركاكه، واخد بالك، ما يصنعوه بها. فلقيت انها يعني تقدر تاخد، ما تاخدش ليه؟ ما قناه السويس. طب تمد ايدك تاني والنبي. خلاص تمد ايدها كده. طب تمد ايدها كده هي ولا اللي يتحملها. طب انا عايزه ارجع لجماعه مش بيشحتونا. ما دام بيشحتونا ممكن كمان يقولوا لنا ابعتوا يعني ما احنا مش محتاجين نشحت. انا بقول لك مصر مليانه ثروات. نرجع لجمال عبد الناصر. نعم. قابلت قابلت عن جمال وانا صغير. مش وانا صغير، سنه 54 كانت الثوره ليها سنتين. نزل على قنا سيول هدمتها. فنزل مجلس الثوره بحاله ما عدا السيدات. كمال الدين حسين والشافعي وجمال عبد الناصر، خدها عندك كله.
فانا واقف مع واحد صاحبي اسمه جمال نصاري، صاحبي لغايه دلوقتي ربنا يديله الصحه، ومخوضين في الميه كده، وفي عربيه جيب كده برضو الميه غمراها، وفيها راجل طويل بالنسبه لنا يعني. فبقول له يا جمال الراجل ده شبه جمال عبد الناصر، ما هو الصور متعلقه على الدكاكين، احنا لسه ما شفناش حد ولا تلفزيونات كان وما فيش. الكلام ده في 54، احنا تلفزيوننا في 62، فببث الصوره بتاع مجلس الصور اللي متدبسه على الدكاكين. قول له الراجل ده شبه جمال عبد الناصر، قال لي ما هو. ورحت مخوط في الميه دي، الميه لغايه هنا، بلد كلها غرقانه، وجيت تحت الجب العربيه الجب دي، قلت له انت جمال عبد الناصر؟ قال لي ايوه. قلت له والله ممكن اسلم عليك؟ في طويل أوي. قال لي ممكن، وراح منحني. الراجل ده سلم على الواد الحافي اللي مخوط اللي جاي في له مخوط في الميه، الميه لغايه هنا. اللي مخوط في الميه، بص لي بعينيه اللي ما تتنسيش دي، وظل هذا معي. لكن احنا عارضنا سياسه عبد الناصر ودخلنا المعتقل. انا كنت لسه هقول لك انت دخلت في المعتقل، انا ما ايام اعتقلتش عبد الا في الناصر. زمن عبد الناصر. أيوه. ومع ذلك انت اعتقلت في زمن عبد الناصر وحطه في البيت عندك هنا الساعه، وتقول لي هيظل تحت الزمن ويظل الزمن يدور، وعبد الناصر عليه الصلاه والسلام. احنا كنا برضه مراهقين سياسيا. ايوه. انا مش بتبرأ، بس عايز اقول لك ان احنا لم نكن اصحاب تجربه ناضجه. واخد بالك؟ واثر علينا من التقانا في ذلك الوقت، ومن حاول يعني يفهمنا، وكنا لسه جايين، انا جاي من القريه يعني ما، ورحت اتحبست برجوله وكل حاجه، وعلى ما ادركت الدنيا وشفت رؤساء اخرين، وشفت المصايب والسرقات والنهب وبيع الاوطان والخيانه كان لابد ان ارتد الى عبد الناصر، اللي لما مات ما لقوهوش يعني في جيبه 10 جنيه، ومات مديون ببقيه شقه منى ولا هدى ما اعرفش. فيعني من اقساطها اللي كان بيدفعها من مرتبه الراجل. فاحنا عبد الناصر ده نموذج فريد للقياده المصريه والعربيه. وفي زمنه كنا نرفع الرقاب ونرفع الرؤوس، وهو اللي قال ارفع راسك يا اخي فقد مضى عهد الاستعمار. وعايز اقول لك ان مره عم ليا سالني، قال لي انت اتحبست ليه؟ قلت له الراجل اسمه عبد الناصر وبس، ما خلانيش اكمل على حكايه الراجل اسمه عبد الناصر. كبرت يا عبد الرحمن وبقيت الراجل اسمه، تقول الراجل اسمه عبد الناصر، لبست قميص ومنطلون، وانت يا واد فاطمه قديل، وانت لولا عبد الناصر كنت تلبس القميص والمنطلون ولا تتعلم تقول الكلام ده كده. بهدلني. بهدلني. الفلاحين ما حبوش حد، لا بعد كده دخل بعد ما مات دخلوا يتحورهم تاني. القائد الوحيد او الزعيم الوحيد اللي طلعوا له وصدقوا صوته عبد الناصر. والوحيد اللي من اول يوم بدأ يعمل اجراءات لصالح الفلاحين وصالح الفقراء. اللي ينكر الحق يبقى اعمى او مغرض او غبي.